مساء السعادة. ما تيجي ونعمل مع بعض النهاردة رز بسيط قوي بس طعمه هايل. هعمل معاكم النهاردة رز حباية وحباية او الرز المفلفل، وده بقى هتقدميه جنب سمك او هتقدميه جنب بتنجان، سلطة، اي اكل خفيف هيبقى طعمه هايل. رز سهل جدا وبسيط جدا. مكوناته مش هتحتاجي غير رز وملح وزيت، ولا هتحتاجي سمنة ولا هتحتاجي البهارات. بس انا هنا حبيت اقدمه لكم جنب شوية سمك بلطي. تقدري تستبدلي السمك باي سمك تاني عادي. حلتنا الجميلة هنزل بقى بالمادة الدهنية اللي هي عبارة عن معلقتين من الزيت، معلقتين كبار كده، واحطهم لحد ما يسخنوا، وهبدأ اصفي الرز. طبعا هنا انا منقيه الرز كويس وغسلاه ونقعاه. تقدري عادي خالص ما تنقعهوش، مفيش اي مشكلة، بس اهم حاجة تصفيه تماما من المية. ودي الكمية اللي هتتحمر في الزيت. هبدأ اقلبه على النار بالشكل اللي انت شايفاه. في المرحلة دي هتحسي ان هو بدأ يكتل معاكي، ما تقلقيش. هتبدأي بظهر المعلقة تضغط عليه ضغطة خفيفة، تبص تلاقيه اتفكك معاكي. وهنا بقى ايدي في الحلة وانا بحمر الرز اللي انت شايفاه، بس اهم حاجة تاخدي بالك من الحلة عشان بتبقى سخنة. هقلب معاكم الرز لحد ما احس ان اخد لون موحد بالشكل اللي انت شايفاه. وهنا طبعا الرز مجرد ما بيدخل في اللون بيحمر معانا على طول، فحاولي ان انت ايدك في الرز ما تبعديش خالص. وبكده اكون وصلت للون اللي انا محتاجاه. ده الشكل اللي انا محتاجاه. اصفي بقيه كميه الرز وانزل على الرز اللي انا حمر. وهنا كميه الرز تقدري تستخدمي كوبايه رز تحمريها وكوبايتين رز ابيض، وتقدري تستخدمي النص بالنص، يعني كوبايه رز هنحمرها وكوبايه رز ابيض. انزل بالميه والملح، وهنا عينك ميزانك، الملح على حسب ذوقك الشخصي، والميه طبعا عارفين الرز المصري كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، وكل واحد اضرب المعيار بتاعه. اجيب بقى السمك واتبله بالشكل اللي انت شايفاه. تبلته بقى بتوم وقرن من الشطه الحامي، وما ننساش بهارات السمك او الكمون. طاسه ساخنه على النار، وهبدا احط فيها الزيت وانزل بالسمك. الرز اللهم بارك ما اخدش وقت لان الحله كانت سخنه جدا. شايفين بقى ما شاء الله لونه هايل، بيدي ريحه لو قلتلك اللي في الشارع بيشموها قبل اللي في البيت مش هتصدقي. تعالوا بقى كده نغير من اكلاتنا وننوع فيه. وتعتبر الوصفه سهله جدا ورخيصه جدا واقتصاديه. خلصت الرز وخلصت تحمير السمك، وهنا بقى هبدأ أعمل طبق سلطة ما نستغناش عنه لا في رمضان ولا غير رمضان. وأهم حاجة في طبق السلطة إن أشكل على الأقل 5 ألوان في طبق السلطة عشان يكون مغذي ومفيد. حطيت هنا بقى طماطم وجزر وخيار وبصلة، قرن من الشطة وقلب خاصة وعليم من الكزبرة الخضر. شايفين بقى السمك اللهم بارك لونه بجد هايل، الريحة تجنن. جهزت بقى طبق السلطة القمر اللي انتوا شايفينه. تقدري بقى تحط عليه معلقة من زيت الزيتون، حط عليه بهارات مشكلة. الطبق في حد ذاته يتاكل كده حاف. رشيت بقى شوية كده من الدقة على السمك او البهارات المشكلة وعلى السلطة، وغرفت الرز. بجد بجد الريحة والطعم هايل. في الاخر ما ننساش عصرة الليمون. لو وصلت بقى لحد دلوقتي ولسه معايا في الفيديو ما تنسينيش بلايك وشير عشان الوصفة توصل لناس كتير. ما تنسوش تحبوا بعض.